حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل اي حاجه طبعا حطوا اللايك بتاعي، ده فيجيتار انا عاملاه في البيت وهقولك على طريقته واسراره. حط اللايك قبل اي حاجه واشتركي معايا في القناه. تعالى اقولك انا عملته ازاي في البيت. انا يا ست الكل انا جبت كيلو من البقسماط. إيه اللي خلاني عملته بقى؟ هقولك انا جيت اعمل بانيه، لقيت عندي الفيجيتار خلصان. فطبعا انا مش هوقف طبعا الاكله بتاعتي على الفيجيتار، بس عندي بقسماط. فانا حولت البقسماط المطحون دوت لفيجيتار، وكمان عملته نوعين، البارد والحار. هقولك بقى احنا عملناه ازاي وازاي تطلعيه احلى من بره. ده كده بقسماط مطحون ناعم اهو قدامك من غير اي اضافات، لسه ما عملتش فيه اي حاجه. ده نص كيلو. انا عامله كيلو فعامله نصه حراق ونصه بارد. بقولك اهوت ان انا عامله بانيه ولقيت عندي الفيجيتار خلصان. فهعمل دلوقتي وهقولك هنعمل ايه. كيلو البقسماط المطحون، عشان تحوليه الفيجيتار حلو حار او بارد لازم تحطي معلقه كبيره من كل التوابل اللي هقولك عليها. انا عندي هنا بهارات فراخ كتري منها طبعا، انا عامله معلقه كبيره. وعندي السبع بهارات عامله معلقه برضو اقل من المعلقه الكبيره، يعني حاجه بسيطه. وكمان انا عندي هنا بودرة ثوم وبصل، كل واحده فيهم معلقه. يبقى التوابل اللي انا بقولك عليها لكل كيلو معلقه كبيره. والشطة على حسب رغبتك، انا عاملة هنا نص كيلو اهو قدامك حار، حط عليه معلقة كبيرة. وعندي هنا عشان انا عايزاه حراق بودرة بصل وتوم زي ما قلتلك، وهنحط الملح. وكمان هنحط كمان فلفل اسمر، يبقى فلفل اسمر، بهارات فراخ، سبع بهارات، وشطة، بودرة ثوم، بودرة بصل. وهنحط ملح، وكل دوت معلقة من كل التوابل ديت. ايه بقى الزيادة اللي هنحطها او السر اللي احنا هنعمله ويخلي معاكي البانيه بتاعك مقرمش؟ ما تنسيهوش ابدا. هنحط نشا. هحط هنا 4 معالق مليانة من النشا على كمية الكيلو. فكمية الكيلو واخدة مني 4 معالق من النشا. ده كده المحتويات بتاعته كلها اللي انا مستخدماها. النشا ده مهم جدا، يخلي معاكي البانيه مقرمش وحلو معاكي لاخر واحدة. فانا كده عملت فيجيتار في البيت حار وبارد من ولا اي حاجه، وما كلفنيش اي حاجه، ولا اروح اشتري من بره تاني ولا الكلام دوت. واحطه في برطمان كبير واطلع منه بالطلب زي ما انا عايزه. وكده عندي احلى من بره مليون مره. وكمان مضمون، وانا عارفه انا عاملاه ازاي. زي ما انت شايفه كده اقلبه حلو قوي عشان الكلاكاع ديت. الكلكعه ديت تتشال يعني بتاعت النشا والتوابل. هقلبه كويس قوي. ما تزوديش ملح عن كده علشان ما يبقاش حادق معاكي. كده كده الحاجه اللي انت بتعملي يعني البانيه بيبقى فيه ملح طبعا، فما تزوديش قوي. احنا كده كده بنعمل الكفر اللي بره بيبقى ليه طعم حلو. وكده بقى انا هعمل البانيه بتاعي ومش هشتري من بره تاني. وشايفه لونه عامل ازاي؟ لونه عامل زي اللي انت بتجيبيه من بره، وطعمه تحفه جدا. فجربي وقولي لي رايك فيه ايه. بصي هو الجاهز اللي انا جايباه من بره. فكده خلاص خلصت الوصفه بتاعتي، يا رب تعجبك. واتمنى ان هي تعجبك وتجربيها وتقولي لي رايك فيها ايه. وكده خلاص ما خدش معايا وقت نهائي، وكنت عملت الكيلو وشيلته معايا برطمان كبير. ومش هحتاج من بره تاني ومش هتزنق تاني. والست الشاطرة بتعرف تدبر نفسها، ومن كل التوابل ديت انا عملت في البيت اللي انا عايزاه زي ما انت شايفة كده. وكده خلاص، واستخدميه يا ستي في الوصفات بتاعتك كلها اللي انت عايزاه. وما تحطيش اي اضافات تانية، النشا وبس. ممكن تحطي دقيق لو انت عايزة، بس انا يعني استكفيت بالنشا. قلت خلاص كفاية النشا. النشا برضو على عامل مهم جدا، بيخليه مقرمش معاكي طبعا البانيه اول حاجه اللي انتي بتستخدميها. وكده خلاص خلصت الوصفه. لو انتي لسه معايا في الفيديو حطي اللايك واشتركي معايا في القناه، وقولي لي رايك ايه في الفيجيتار بتاعنا دوت. مش هنشتريه من بره تاني، خلاص انسيه بقى. عملتهولك في البيت اهوت، وايه بكل اسراره وطعمه تحفه. والنتيجه مضمونه معاكي من اول مره، ونجح معاكي من اول مره. وكده خلاص خلصنا. واشوفك ان شاء الله في فيديو جديد، ومع السلامة. يلا سلام يا بنات، ما تنسيش اللايك.